السلام عليكم. قارئ الشيخ محمود محمد رمضان رحمة الله عليه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم. للأسف القارئ محمود محمد رمضان لم ينال شهرة مثل أبناء جيله. اللي محدش يعرف مثلا ان ده من جيل الخمسه الكبار: الشيخ مصطفى اسماعيل، والشيخ الحصري، والشيخ البنا، والشيخ المنشاوي، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله عليهم جميعا. هو من الجيل بتاعهم، لكن لم ينال الشهره الواسعه زيهم. هو كان مواليد 27 على ما اعتقد، وكان كفيف، ما كانش بيشوف، وربنا انعم عليه بحفظ القران في سن صغير. صوته لو عدى عليك في اذاعه القران الكريم بتعرفوا انه مميز جدا وبيلمس قلبك وبيخش جوه دماغك، لكن انت مش عارف هو اسمه مين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. كتير من التعليقات جايه لي: مين القارئ مين القارئ مين القارئ، لما كنت منزله في قصه الغنم والزرع. مين القارئ مين القارئ؟ قارئ محمود محمد رمضان. لقيت ان في ناس كتيره ما تعرفوش، ممكن يبقوا عارفين صوته، مميزين صوته وطريقته، لكن ما يعرفوش اسمه. يعني هو دايما اذاعه القران الكريم بتجيب ليه تلاوات. هو للاسف ما اعتقدش ان هو يعني سجل القران كامله، ما ترتيلا، لكن هو كان ليه زي ما بيقول كده سهرات قرانيه او حفلات قرانيه. صوت الشيخ محمود محمد رمضان مميز جدا، خصوصا بقى في طريقه التجويد بتاعته بمقام الكرد. مبدئيا كده انا واحد يعني ما بعترفش قوي موضوع المقامات دوت، لان هو موضوع المقامات سواء النهاوند او الكرد او السيكا دي حاجات مستحدثه على علم القراءة، مش هي طبعا الاساس في التلاوه يعني. ولكن الشيوخ الكبار القدام حتى لو كانوا بيدخلوا بعض المقامات في القراءات التجويديه كانوا بيحترموا القران، يجودوا بطريقه سليمه، ما بيجوش على النص القراني مقابل ان هم يقولوا النغمه بتاعت المقام او الكلام ده كله. لا، كانوا بيحترموا كلام ربنا. فخلينا بس نتفق في النقطه دي. فيقال ان كان الشيخ محمود محمد رمضان هو ملك مقام الكرد. وانا اعتقادي الشخصي ان هو كان زيه زي الشيخ المنشاوي كده. الشيخ المنشاوي ما كانش بيعتمد مقامات، رغم ان حد يجي يقول لي لا عندك ده الشيخ المنشاوي قرا بالمقام كذا ومقام كذا ومقام كذا ومقام كذا. ولكن في احد المرات كان الشيخ المنشاوي في حفله قرانيه او في دوله عربيه، فحد بيقول له: النبي يا شيخ سمعنا تلاوه بمقام السيكا. قال له: يا عم ولا سيكا ولا بيكا، احنا بنتوكل على الله وبنقرا على الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فاعتقد ان الشيخ محمود محمد رمضان ما كانش ماسك في مقام الكرد قد ما هي كانت طريقه تلاوته كده. حتى انا لما دخلت بحثت، يعني طبعا هو معروف ان ملك الانتقال ما بين المقامات هو الشيخ مصطفى اسماعيل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع كان أمره فرطا. لما دخلت بحثت عليه القرايه بمقام الكرد لقيته مختلف تماما عن الشيخ محمود. الشيخ محمد عمران برضو من الاصوات القويه جدا وفي المقامات وفي الابتهال. مقام الكرد عنده برضو مختلف عن الشيخ محمود، وحتى القراء الجدد لقيتهم بيقلدوا الشيخ محمود. فهو الطريقه بتاعته ديت تقريبا هم خدوا مقام الكرد عليها يعني، لكن ما سمعتش حد قبل كده. يعني الناس الشيوخ القدام فعلا ما كانش بيعتمدوا قصه المقامات ديت. ليه؟ تعالى شوف الشيخ رفعت، هو طريقته في الترتيل او التجويد واحده، ما بيقعدش بقى يطلع وينزل وينقل من هنا لهنا والكلام ده كله. لا، هي كانت طريقته واحده، كانت طريقته مميزه جدا. رحمه الله عليه. الشيخ الحصري يعني ده بقى ده عمهم كلهم حرفيا، وبيقولنا نسجل القران الكريم يعني رحمه الله عليه. يعني هتلاقي ان ليه قراءه تجويد وفي الترتير. هي النغمه الهاديه خالص ديت بيقال عليها ان هي نهاوند، ولكن هي اعتقد هي طريقه خاصه بالشيخ الحصري وليس لها علاقه بالمقام يعني.
الشيخ المنشاوي بقى عشان كان دارس القرآن الكريم وحافظه وبقى لي تفسيره صح، هو والشيخ الحصري بالذات، فكان دايما بيخدم صوته في تفسير الآية. آية مثلا فيها نصر، تلاقي لا الوضع بتاعه مختلف، في آية فيها حزن، في آية فيها استعجاب. يعني كنت عملت أنا فيديو ووضحت إن هو قرأ بطريقتين مختلفة، والاتنين بيخدموا على النص القرآني. فده كان الشيخ المنشاوي يعني. للأسف بقى الوقت الحالي من القراء بياخدوا موضوع المقامات دوت بشكل تلحيني فج. حرفيا القارئ بيقعد يقرأ ويقعد يعمل كده وكده وكده. ايه يا عم، انت احترم كتاب ربنا اللي انت بتقراه دوت. وللاسف دي موضه طالعه دلوقتي على التيك توك وكده، يجيب لك مقطع مثلا لشيخ قديم ويقعد يعمل لك كده ويعمل كده، والحاجات دي بدعات. الاصل في القران هو الترتيل وفهم الكلام. الناس اللي بتقعد قدام الشيخ الله عيد تاني، هو عيد تاني ايه يا حبيبي؟ هو انت قاعد في حفله موسيقى؟ ما فيش الكلام دوت. للاسف بقى اغلب القراء حاليا الا من رحم ربي تابعوا هذا الاسلوب، بيجي على المعنى احكام التجويد وبيجي على المعنى القراني مقابل ان هو يقولها بطريقه لحنيه مقاميه تعجب اللي قاعد قدامه، يقول له الله عيد تاني. للاسف الشديد يعني. ودي رساله لاي حد دلوقتي بيقرا قران او يجود قران في المياتم ولا الكلام ده كله: تادب مع الله، تادب مع الله. نرجع تاني للشيخ محمود. انا مبسوط ان انا يعني كنت حاجه بسيطه عرفت الناس على تلاواته وعلى طريقه التجويد بتاعته وعلى صوته المميز وعلى طريقته المتفرده. تميز القراء، تميز قارئ عن قارئ بيجي من النقطه ديت، ان هو يقدر يوصل لك المعنى القراني صح وبطريقه تلمس قلبك، بطريقه تلمس قلبك. هي ديت تميز قارئ القرآن. الحمد لله يعني. يكفي ان احنا عندنا الناس العظام ديت. ودايما انا بقول ان مصر هي بلد قراءة القرآن الكريم. القرآن أنزل في السعودية لكن قرئ في مصر وبطريقة أهل مصر وبشيوخ أهل مصر. ودي حاجة بنعتز بيها وبنفخر بيها دايما. احنا مش بلد حاجة تانية، احنا بلد قراءة القرآن الكريم، ودي أكتر حاجة نعتز بيها ونفخر بيها الحمد لله يعني. ويا رب ده إلى قيام الساعة نفضل بهذا الوضع وبهذه الميزة ان احنا بلد قراءة القرآن الكريم. بس لحد هنا اعتقد اعتبر خلصنا كده تاني، خلصنا كل حاجة. ان شاء الله استنونا في الحلقات الجديدة بإذن الله تعالى. واي حد انتوا عاوزين او اي قصة عاوزين نقدمها بالشكل اللي احنا قدمناه، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات عاوزين تعرفوا قصة مين او نتكلم عن مين. وان شاء الله نقدم محتوى يليق بيكم وفي نفس الوقت في الاول يرضي ربنا ثم يعجبكم ان شاء الله. كنت معكم مصطفى سعد وحكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.